السلام عليكم، معاكم من مطبخ شيماء. لو اول مره تشوفوني يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو، مع اني متاكده ان هيعجبك الفيديو جدا. الجاتو الليمون ده مطلوب في الاونلاين، مطلوب جدا، وما شاء الله كمان هتلاقيه شغلك الجروب حلوة قوي. معايا هنا ربع كيلو من الاسبونج، عملتهم بالليل وقمت اشتغلت في الجاتو عندي الصبح، حطيتها في مقاس صينيه مقاس 26. ما تستغربوش، ايوه ربع كيلو عملته في مقاس 26، طلعت معايا. انا كنت عايزه ديسكين 2 بس، هي طلعت معايا ديسك تالت بس خفيف خالص. هندخله في كبات او هندخله في اي شغل تاني، انتوا عارفين احنا مش بنرمي حاجه، وكمان هنستغله ان شاء الله. هنا قطعت معايا التورتايه او الاسبونشايه، قطعتها رقتين 2. كان المنشار على مقاس 9، وشلت الطبقة اللي هي الملزقة ديت وكانت فيها حتة حلوة يعني. شلتها على جنب، وهنا هحتاج معايا الطبقتين بس. جبت هنا برد وحطيت قطعة من الكريمة علشان خاطر امسكها. الكريمة هنا انا عاملة كوباية كريمة، حطيت لها كوباية الا ربع مية ساقعة متلجة، وحطيت ربع كوباية من السكر الحبيبات. حابة تزودي السكر مفيش مشكلة، مش حابة هي كده بتبقى مظبوطة. انا ما ضفتلهاش اي حاجة، بستخدم كريمة راتشي المتحدة بترمي معايا ما شاء الله. شايفين انا بحط لها في الصيف بخلي المية اقل من الكريمة علشان تمسك معايا وتستحمل معايا. وفي حاجة اسمها مثبت كريمة، بيتحط منه حاجة بسيطة كده بتثبت الكريمة حلو جدا جدا جدا. وممكن طول الصيف تشتغلي بموس، الموس الفانيليا او الشوكولاتة جاهز، وكمان بس تجلسي من بره بالكريمة، بيبقى حلو جدا وبيبقى معاكي تحفة قوي. هنا حطيت بقى اول طبقة وحشيتها بالكريمة، وهنا حطيت الطبقة التانية هسقيها. انا ما سقيتش اول طبقة لانها كانت خفيفة وفاتحة معايا جدا وهشة ما شاء الله، والجاتو اصلا ما بيتسقيش. هنا بقى بما انها جاتو ليمون، جبت هنا نص كوباية مية وحطيت عليه ليمونة عصرتها، وحطيت سكر وقلبتها كده على البارد، مفيش اي حاجة، ما حطيتش اي افتكاسة فيها. وسقيت اللي هي الطبقة اللي بتبقى الارضية بتاعة الصينية، لانها بتبقى ناشفة شوية، فاحنا عايزينها كلها جوسي كده وحلوة في بعضها وتبقى تمام معايا. جبت باقي الكريمة بقى وجلستها بعد ما سقيت كل الأرضية بتاعة الجاتو اللي هي بتبقى معانا الوش أو السطح. وبعدين هنا بجلس بالكريمة. الكريمة احنا مش عايزين تجليس اللي هو يبقى بروفيشنال، لان احنا كل ده هيتدرى. لو مبتدئة هتعمليها وهتطلعيها بكل احترافية. وهنعمل دلوقتي كريمة الزبدة، زبدة الليمون معلش، هتطلعوها تحفة جدا، وكمان هتبقى النتيجة معاكم ناجحة من اول مرة. على فكرة انا كنت اول مرة اعملها، قلت لو طلعت حلوة خلاص هنزل لكم الفيديو، ما طلعتش حلوة خلاص مش هنزل الفيديو. هنا جبت بقى وعملت كده شرشرة من الجنب، وجبت كمان القمع اللي هو بتاع البيتيفور اللي هو المقاس الصغير المشرشر، وحطيت في القمع القماش دوت. بيتغسل وبيبقى زي الفل، هو بيصفر كده من الركنة بس هو بيبقى زي الفل من جوه ابيض جدا، هو بيبقى زي طبقة مشمع. وبلف كده داير ما يدور بالكريمة على طرف التورتايه او الاسبونج. وليه عملت كده الحركه ديت؟ علشان خاطر احنا هنعمل دلوقتي زبده الليمون. لو اتهزت او طلعت اوردرات وحطيت السور بتاع الكريمه هتتهز وهتقع وهيبقى شكلها وحش جدا. فلازم ان احنا نعمل السور على الكريمه تبقى لازقه في بعضها، لما هتتسقع شويه في التلاجة هتمسك في بعضها وهتبقى تمام. دلوقتي عصرت 4 ليمونات، من 4 ل5 ليمونات كبار، عصرتهم على باقي العصير اللي كنا عاملينه. وجبت هنا كملت بقيه العصير الليمون، كملت الكوبايه ميه من الحنفيه عادي، وحطيت نص كوبايه من السكر الحبيبات، ومعلقه صغيره بتاعه الشاي هرميه كبيره جدا اللي يعني مليتها كده هرميه، حطيتها نشا، وبدوب كله على البارد. هنا جايبه اللون اللي هو دوت، هو لون اورنج بس هو بيتحط بيدي اللون الاصفر دوت.
هو انا رحت للعطار وقلت له عايزه لون اصفر، اداني ده، قلت له ده لون اورنج، قال لي لا هو بيتحط في العصير او اي حاجه انت عايزه تلونيه هيبقى معاكي كده. ودوبت على البارد وبعدين رفعتها على النار، فضلت ايدي ما اتشالتش من عليها طول ما هي على النار لحد ما حصلت على القوام ده. القوام مش خفيف ومش تقيل، القوام حلو جدا وريحه الليمون مفحفحه وتحفه جدا. حابه تضيفي عليها قطعه زبده في الوقت ده او في المرحله دي تمام، وبعدين هنغطي الوش كده. حابه تضيفي من الاول اسانس ليمون تزودي المزازه او تزودي الطعم، برضو مفيش اي مشكله معاكي، بس هي كانت كده خرافه جدا وطعمها حلو جدا جدا. جبنا بقى هنا التورتايه او السبونج بعد ما تجلس بالكريمه وحطيتها في التلاجة لمده ساعه. هنا كان معايا زبدة الليمون بردت شوية، يعني بقت دافية نوعا ما شبه دمعة العين كده بالظبط. طبعا احنا بنغطيها عشان ما تعملش قشرة معانا والكلكة ويبقى شكلها وحش. بجيب معلقة وبكل انسيابية بالراحة، شايفين بتدوب معايا وحلوة جدا جدا جدا. وبصوا بتلمع وشكلها حلو قوي. انتوا ممكن تعملوا يعني اي نوع يعني اللي هو بدال الجيليو او الحاجات دي بالعصير الفروتي او الكلام دوت، مانجا برتقان استفندي، في كمان تفاح فروتي، بيبقى حلو جدا. هتعملوا هتجيبوا الالوان بتاعتهم وبصوا وشكلها تحفة وانسيابية وماسكة ومش مكلفة زي الجليوهات. الجليوهات بقت غالية جدا، الكيلو بقى عامل 60 جنيه، وفي اماكن وصل 80 جنيه، وهو بيتعمل بنفس الطريقة دي. بصوا طالعة تحفة جدا ما شاء الله، اللهم بارك، طالعة جميلة وريحة الليمون حلوة قوي، يعني بجد منعشة كده. هتطلعي القطعة بكام؟ هو في ناس في جروبات بتطلع القطعة ب55 جنيه، في صينية مقاس 26. انتوا عارفين طبعا المقاس الصينية بتاعت 26 بتطلع معايا 12 قطعة. هنا جبت ليمونة خضرة كده، بشرتها عشان يعني ان انا بما انها ان هو جاتوه ليمون، فعشان اي حاجة كده تكسر اللون، اي نقرشة لو في كاندي على شبه نص ليمونة تمام، هيبقى حلو جدا وهيجذب جدا جدا وهيبقى شكله حلو قوي. هنا بشرت كده الليمونة زي ما انتوا شايفين على الاطراف وعلى الزبدة الليمون. وجبت هنا معايا السكينة المشرشرة بالشكل ده. وكمان بقطع هنا، انا قطعتها 10 كده 8 قطع، المفروض ان هي تطلع معايا من 10 ل 12 قطعة، انا طلعتها 8 بس. فلو لو حضرتك حابة تطلعيها او عندك اللي هو اللي بتاع التقطيع المثلث ده، هتحددي وهتقطعي بيه، بيبقى حلو جدا. هو بصراحة مش عندي، عشان كده كل مرة ومرة بقطع فيها السكينة بتتعمل بمية دافية او سخنة وبنشفها واقطع بيها عشان ما نبوظش الشكل. شايفين بقى الجاتوه، حطيت هنا قنصاص كده من الليمون اللي انا بشرتها زي ما انتوا شايفين، ادت شكل جمالي حلو جدا، وبقت طعمها كمان تحفة قوي قوي، وكمان شكلها بجد بجد مغري. انا زي ما قلت لكم في ناس بتطلع القطعه ب55، حابه تطلعي القطعه ب35 جنيه، انا شايفه كده المكسبه حلو جدا وهتبقي مرضيه جدا. يعني ما شاء الله. وما خدتش حاجه وما تكلفتش حاجه، وطبقتين اتنين، واتمنى